مصر أرض الحضارة، بيرجع تاريخها لآلاف السنين، وعبقرية المصري في العلوم المختلفة من العمارة والفلك والطب والفن خلتنا لحد النهاردة بنكتشف كل يوم سر جديد. والنهاردة معانا سر من أسرار الأهرامات لازم كلنا نعرفه ونفهم ونعرف ليه المصريين سابوا لنا كل التاريخ ده تحت سطح الهرم. مصر عائمة على بحر من الكنوز وسلسلة متصلة من تاريخ الملوك. من كام يوم صحينا على خبر لف مواقع السوشيال ميديا كلها، وهو إن اكتشف المصريين مدينة تحت سطح الهرم. ولكن الإجابة على الموضوع ده هياخد مننا طريقتين. الطريقة الأولى هي الطريقة العلمية، الدراسة العلمية اللي درسناها في كليات الآثار في مصر أو كليات الآثار هنا في أوروبا. الطريقة التانية هي طريقة تفكيرنا احنا واستقبالنا للمعلومات. تابعوا معايا الفيديو ده لأنه مهم جدا لينا كلنا. الطريقة العلمية إن المصري القديم عنده إيمان وعقيدة بالبعث والخلود، وإنه لما يبعث من تاني هيعيش حياة خالدة، وكان عنده أسطورة بتقول إن الإله الأوحد خلق نفسه من العدم، وإن الإله ده كان موجود أعلى تل وسط مية ومفيش جنبه أي حاجة خالص. وبدأ الإله ده في صنع وتركيب الكون من مية، من هواء، من أرض، بدأ يكون ويشكل الكون كله. كمان هيخلق لينا 4 معبودات هم الأساس أو حجر الأساس للعقيدة المصرية القديمة. 2 من الآلهة الذكور و2 من الآلهة الإناث، المعبود أوزير والمعبود ست والمعبودة نفتيس والمعبودة إيزيس. دول ال4 معبودات اللي بدأ يتكون العقيدة المصرية القديمة على أساسها. وهنا يحصل صراع بين المعبودات فيقتل المعبود أوزير، وده كان محبب لدى المصريين، لأن المصري القديم كان بينظر للمعبود أوزير كأنه هو معبود الخير، المعبود اللي علم المصريين كل شيء طيب. ولما قتل المعبود أوزير على يد أخوه المعبود ست، بدأ المصريين ينظروا للمعبود أوزير على إنه الإله الطيب، الإله الخير اللي كل المصريين يتمنوا يلتحموا بيه في العالم الآخر. القصة دي شبيهة بقصة قابيل وهابيل. ومن هنا يبدأ الفكر الديني في حفظ جثمان المتوفى. في عصور ما قبل الأسرات تم العثور على مجموعة من الدفنات، وهي عبارة عن حفرة صغيرة في باطن الأرض بيتم وضع فيها الشخص المتوفى ويتم